خير، كنت عاوزني في ايه؟ انا اسمي عصام ابو اليسر، بس هو في الحقيقه اسم على غير مسمى. بدايه مش لطيفه. اهلا وسهلا بيك. انا كنت جاي لحضرتك عشان عاوز اموت. ما تموت يا سيدي، على الاقل هتوفر اكل وشرب وميه ودوشه ووظيفه ومكان ركنه العربيه وفرصه تلاقي حد يدعي لك بدل ما كل اللي حواليك بيدعوا عليك. انا مالي ازاي بقى؟ مش حضرتك قاتل محترف؟ قاتل محترف؟ جبت الكلام ده منين؟ جوجل طبعا حضرتك. جوجل؟ ايه التشريد ده؟ ايوه، يعني كتبت ايه في جوجل فطلع لك حضرتي ارخص قاتل محترف في مصر. ارخص؟ انا كان لازم اقتل جوجل ده قبل ما ابطل. تبطل ايه؟ هي سجاير؟ اكيد انت بتهزر. اسف بس اكيد حضرتك بتهزر. لا، جوجل اللي بيهزر. مش معنى ان الواحد طيب وبيراعي ظروف الناس يتشرد له بالمنظر ده. معلوماتك قديمة يا أستاذ عصام، أنا تبت فعليا من 5 سنين. يعني إيه؟ يعني تبت؟ عمرك شفت قاتل بنضارة وعنده كرش؟ ولا ما أنت تتوب؟ أنا أتصرف إزاي؟ مش فاهم. أنت عاوز تموت في 1000 طريقة للانتحار. ما لو انتحرت هخش النار، وأنا كنت عاوزك تموتني من غير ما أحس. يا سلام، من غير ما أحس؟ يعني أنت تموت والبس أنا؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. انت ليه محسسني اني قاعد مع امام جامع؟ اقول لك، هدي لك ال 200 جنيه اللي معايا. صدق انت هتخليني اراجع نفسي واقتلك دلوقتي حالا؟ لو راجل اعملها. يا شيطان، انت بتجرجرني للرذيله تاني. طب خليني اسالك، انت عاوز تنتحر ليه؟ حضرتك انا موظف ومتجوز ومخلف. يا ابني هو انا بقول لك احكي لي قصه حياتك؟ انا بسالك ايه الاسباب؟ عاوز تنتحر ليه؟ ما انا بقول لحضرتك هي دي الاسباب. انا موظف ومتجوز ومخلف. على كده لو كل موظف متجوز ومخلف هينتحر، اكيد حاجه هتحصل انا مش عارفها دلوقتي، بس الدنيا تبقى فاضيه وهاديه ولذيذه وجميله. وكمان ما انا متجوز ومخلف بس ما فكرتش في الانتحار. انا موظف مرتبي على قدي، ومتجوز واحده تطلعاتها مش قدي، وجايب عيال ادي اديله ادي اديله ادي. جامد، جامد قوي. انا بعمل كل حاجه عشانهم هم بس. انا تقريبا بشتغل عندهم. قصدك خدام عندهم؟ صح. ولما بقعد في البيت بقعد اكني ضيف رزل. صح. بقيت بحس اني كلب بلدي اكتر، صرصار يتداس عليك بالجزمه. شغال ده تمام، بس في اكتر. بقيت احس ان شيء تافه، لا اكتر، شيء ملوش لازمه. صح.